لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم يا رب جميعا. النهاردة راجعه لكم بقى بعد غيبة طويلة تقريبا من رمضان، ما نزلتش فيديوز. قلت ارجع معاكم في حاجة حلوة وفيها افكار وتنسيق واحتفال. هحضر دلوقتي كده الديكور بتاع عيد الاضحى عندي في البيت، وكمان هنعمل افكار يعني التقديمات لو حد جالنا في العيد، او لو عندنا اطفال صغيرين وعايزين نقدم الحاجة بشكل حلو. انا طلعت كل الديكورات اللي كانت عندي السنين اللي فاتت، كل الحاجات اللي كانت عندي، وحتى البوكسات دي اللي هي مثلا بيبقى فيها العيدية ساعات بتجيلنا، او اطباق مثلا زي دول كده. وكمان السنة دي جات لي هدية اللي هي البونبونيرة دي، هتشوفوها معايا في التنسيق. خروف كده، فبيبقى شكلهم حلو قوي في الديكور. وطبعا بعد ما ناخد الشوكليت اللي فيها كل عيد ان شاء الله يا رب بنستخدمه. فتعالوا كده بقى نعمل تنسيق شكله حلو لترابيزة السفرة. وكمان كورنر كده عايزة اعمله احط فيه الاطباق اللي فيها الحلويات وفيها الحاجات بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين. ولو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهستنى رأيكم كمان في الكومنتات. حابة اشارك معاكم فكرة. بصوا، بتبقى لذيذة جدا لو عندكم اطفال او مجموعة كده وقاعدين مع بعض، وتنفع كمان بقى في الديكورات بعد كده ومش مكلفة خالص. ده الخروف ده بيتباع في اي مكتبة، تقريبا كان ب20 جنيه. شايفين هو ابيض، هو اصلا ممكن يتحط في الديكورات كده ابيض بدون اي مجهود. واللطيف ان انتوا كمان ممكن تلونوها، بيجي معاه باليتات الوان كده وفرش صغيرة خالص. فيعني هوريكم. بصوا احنا عملنا مثلا ده، وانا كتبت عليه هنا جزارة يوم، واختي مثلا عملت يعني. بصوا لذيذ كده، ولو كمان يعني عدد كبير فهو حاجة لذيذة قوي تقعدوا تعملوا اكتيفيتي كده مع بعض في العيد. وكمان شكلهم في الديكورات عايزه اقول لكم حلو جدا. يعني انا حطيتهم وانا بجرب كده اعمل سيت اب في البيت، شكله حلو، طلع شكلهم كيوت قوي مع الديكور. انا السفرة عايزه اعملها حاجه سيمبل ومش هحط عليها اكل او كده، هحط بس عليها ديكورات. وعايزه اعمل السناكس بقى والحلويات وكده في كورنر تاني لوحده. فهشيل كده الاول وابدا ارص معاكم السفرة، وبعدين نعمل الكورنر مع بعض. هنا للسفرة انا نقيت كل حاجة عندي منها 2 شبه بعض، عشان عايزة اعمل فيها يكون سيمترية، يعني نص السفرة ده زي النص ده، فيكون شكلها كده حلو. انا طبعا بما ان الخروف ده اختي جابتهولي السنة دي كادو، فقررت اعمله هو السنتر بيس، وهو فيه شوكليت. فحسيت ان هو يطلع شكله حلو، ولان حجمه كمان اكبر من الحاجات اللي عندي. شيل بس التغليف. بس شلت التغليف بتاعه وهو فيه الشوكليت، فهسيبه كده. لو جالي ضيوف ممكن اقدم منه لان شكله حلو جدا، والشوكولاته من الابوار فهتبقى طعمها حلو برضو. في حاجات بتبقى ديكور بس الكواليتي بتاع الشوكولاتات وكده مش احسن حاجه، لكن دي اوكي. انا هسيبها زي ما هي وهضيف منها، احطها بقى في نص السفرة عندي كده، شكلها حلو. حطيته في النص، وعايزه احط مثلا بقى الخروف ده كمان. بصوا يعني عايزه ادي فايبس كده شكلها حلو. وده، وطبعا انا مع الحاجات دي بحب احط برضو زرع يكسر شويه الاجواء، يعني ان هي تبقى كلها ابيض. ومستخدمه رانر شفاف جدا. النص التاني كمان من السفرة هعمل نفس بالظبط ال3، وهوريكم المنظر على بعض.
بصوا ده كده شكل الرانر، حتى رانر بيج عادي خالص. وبدأت احط الخرفان كده، فطالع شكلهم بجد كيوت بطريقة مش قادرة اقول لكم قد ايه جميلة. الكورنر اللي هنحط فيه الحاجات اللي ممكن اضيف بيها، والسهرة بتاعت النهاردة ان شاء الله يوم الوقفة. وكمان لو حبينا ان احنا ناكل حاجة قبل ما ننزل نصلي، فحضر معاكم بقى ترابيزات كده في ركن حلو وعليها الحاجات كمان بشكل حلو. تعالوا بقى اوريكم الكورنر اللي عملته. بدأت احط كده في الاطباق دي اللي كان عندي سابليه، كان عندي شوية كحك صغيرين، وحطيت الشوكليت هنا. بصوا يعني حطيت حاجات صغيرة، ودي بقى اللعب اللي هي اللي بتبقى فرو بتيجي هدايا وساعات احنا بنشتريها، ولو عندكم اطفال فاكيد عندكم كمية منها. مجرد بس ان انا عملت تنسيق ما بينهم. دي الترابيزات اللي هي بتاعت التوزيع عندي، وحطيت عليها الحاجات دي. وطبعا حبيت برضو افصل شوية بورد احمر كده ان هو يعني يكسر الالوان شوية. ونقيت الكورنر معاه لمبادير كده فشكله حلو، اضاءة هادية، الست كده كاملة على بعضها شكلها حلو قوي. ومن تحت حطيت بقى حاجات اكتر للعيد. دي كانت برضو خرفان عندي وبالونات وحاجات شكلها جميل جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم يعني الكاميرا ظلمه اللوك كله. وده مجسم الكعبه كنت عاملاه معاكم السنه اللي فاتت، وحاجات القهوه العربي علشان السهره كده تكمل. طبعا تقدروا تعملوا فشار، تحطوا كاندي، تحطوا اي حاجه الاطفال بيحبوها او اللي في البيت بيحبوها. انا بس حبيت احط حاجات بسيطه قوي مع القهوه، بيتي فور، سابليه، حاجات كده. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واخدتوا افكار. عارفه ان هو فيديو خفيف كده وظريف، بس انا بحب اشارك معاكم المناسبات الحلوه وديكورات بيتي فيها والتنسيقات اللي بعملها. ربنا ما يقطعها لنا عاده، وكل سنه وانتم طيبين، واستنوا فيديوهات العيد هتعجبكم جدا ان شاء الله. باي باي. نعمة لك والملك لا شريك لك.